الخير والامل والسعاده والتفاؤل صباح يوم جديد ان شاء الله يا رب يكون يوم كله خير وبركه علينا كلنا كمصريين وعلى بلدنا مصر جميله باذن الله. بصبح على حضراتكم ويوم جديد مع مصر جميله. وزي ما احنا شايفين يعني الحقيقه درجه الحراره في الفتره دي مرتفعه جدا، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوجه عنايه كل اللي بيشوفونا ويتابعونا ان هم ياخدوا بالهم كويس جدا لعدم الاصابه باي ضربه شمس لا قدر الله او باي اثار نتيجه ارتفاع درجه الحراره. والحقيقه زي ما احنا متعودين معاكم دايما من مصر جميله بنناقش العديد من الموضوعات المهمه اللي بتخصنا كلنا في الفتره الحاليه. يعني حاله يعني من الارتفاع الخاص بالاسعار كلنا بنواجهها بشكل كبير، وكلنا الحقيقه بنشعر بيها في الفتره الحاليه، وده كله زي ما بنقول دايما ان ده يعني خطوه من خطوات الاصلاح الاقتصادي اللي للاسف الشديد اتاخرت على مدار سنوات طويله وبندفع الثمن النهارده، لكن اجراء لابد منه من اجل اصلاح اقتصادي ومن اجل مستقبل افضل لبلدنا ولشبابنا ولاولادنا في المستقبل باذن الله. لكن في نفس الوقت كمان بنقول ان مع ارتفاع الاسعار لابد ان يكون هناك خطوات اخرى، خطوات لضبط الاسواق، خطوات للرقابه على الاسعار بشكل كبير جدا علشان ما يكونش في اي نوع من الجشع، اي نوع من التفاوت، اي نوع من محاوله استغلال الفرصه بالنسبه لاي انسان على حساب المواطن المصري. وفي نفس الوقت كمان بنقول الخدمات اللي بيتم تقديمها، يعني في الفتره الاخيره مع ارتفاع اسعار الوقود كلنا قلنا ان كل حاجه هترتفع، عشان كده النهارده من مصر جميله بيهمنا جدا ان احنا نطمن على حال المواصلات اللي بيتم استخدامها من قبل المواطن المصري بشكل كبير. والنهارده تحديدا بنتكلم عن سكك حديد مصر. سكك حديد مصر كلنا بنلجأ ليها وكلنا بنستخدمها. يا ترى هيكون في اي نوع من ارتفاع الاسعار الفتره الحاليه بعد ارتفاع اسعار الوقود؟ موضوع مهم جدا اعتقد بيشغل بالنا كلنا في الفتره الحاليه، ومش بس السكك الحديد لكن بشكل عام هل الخدمات اللي بيتم تقديمها هترتفع اسعارها ولا لا، وازاي هيتم الاهتمام بيها في الفتره الحاليه علشان يقدر المواطن المصري فعلا ان هو يستمتع بيها ويستمتع بالخدمه اللي مفروض ان هي بتوفرها بشكل كبير. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن الجديد اللي بيتم تقديمه من خلال سكك حديد مصر، وهيكون النهارده باذن الله ضيفنا في هذه الفقرة السيد اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحديث حول هذا الموضوع. النهارده كمان من خلال مصر جميلة الحقيقة بنلقي الضوء على العديد من البرامج الاجتماعية، تكافل وكرامة وغيرها من البرامج اللي بتقوم بيها وزارة التضامن من أجل الارتقاء بمستوى معيشة فئة مهمة جدا من فئات المجتمع المصري. ايه الجديد اللي بيتم تقديمه وازاي بيتم كمان استغلال ده من خلال توثيقه بقى بأي شكل من الأشكال. النهارده هنتكلم عن التوثيق من الناحية الدرامية أو من الناحية السينمائية، وده هيكون الحقيقة من خلال أفلام، والأفلام دي مش مجرد أفلام عادية بيتم بس التوثيق فيها، لكن بتشارك كمان في مهرجانات عالمية ومهرجانات دولية. هنشوف إزاي بيتم انتقائها وإيه اللي بتقدمه من خلال هذه الأفلام السينمائية. وهيكون معايا الأستاذ مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بوزارة التضامن، ونشوف إيه الأفلام اللي تم إنتاجها وتناولت إيه الأفلام دي وعبرت عنه من أنشطة وزارة التضامن بشكل خاص والاهتمام بالحالة الاجتماعية للمواطن المصري النهارده. زي ما احنا متعودين معاكم كمان من خلال مصر جميلة بنهتم جدا بالناحية الفنية بالمواهب الشابة، ومن خلال فقرة شوية فن هيكون معانا النهارده المطرب سامح عامر. فقراتنا النهارده بتمنى انها تكون فقرات نستفيد من المعلومات الخاصة بيها ونستمتع بيها مع حضراتكم ان شاء الله. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع على طول مع اول فقراتنا في مصر جميلة.